السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم في قناتكم كيزين ايوب. قبل ما نبدا الفيديو تاعنا كما عدنا نصلوا ونسلموا على خير الانام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اليوم حبيت نبارطاجي معكم هذا الفيديو اللي عنده بريسك اناني، بصح هذا وين جا مكتوب باش نحطه في القناه. عباره عن وصفه تقليديه قبائليه، العيش كما نقولوا حنا ولا فيركوكس، هكذا بالخضر مفور بزاف بنين. ان شاء الله تسيوه في هذا البرد سورتو يوالم بزاف، وتردوا لي الخبر في لي كومونتير. انا هنايا في الطنجره تاعي عندي بصله لاباس بها، عندي سنينات الثوم، حبه طوماطيش، طرف اللحم كما تقدروا ديروا طرف الدجاج. بصراحه بطرف الدجاج يجي بلو بون. فوالا عندي كميه تاع الزيت، الملح. فوالا دوك نحطوه فوق النار، غير يبدا في القليه، ونزيد لي زيبيس. ولي زيبيس اللي حطيتهم، عندي شويه كركم، عندي شويه كمون، رشه خفيفه تاع الفلفل الكحل، عندي رشه تانية خفيفه تاع القرفه، عندي شويه زنجبيل اون بودر. فوالا هادو هما لي زيبيس اللي درتهم. ونخلي لا مامي تاعي تتقلى، وبعد نزيد لها شويه حميصه تكون ديجا طايبه. انا كما تعرفوني الحميصه تاعي نطيبها ونخليها في الكونجيلاتور، وكي نسحقها نجبد منها. فوالا هذه هي. وهنا تاني زدت شويه فول هكذا كما راكم تشوفوا، كما نقولوا حنا ايفاون. هادوما الكبار نحيهم كي نديروا الطعام بالفول. هادوما الكبار حنا ما نحطوهمش، نحيهم نغسلوهم نحطوهم في الكونجيلاتور، وكي نسحقوهم هكذا في الاطباق كيما هادو نلقاهم واجدين. فوالا لا ماغبي تاعي راهي تقلى الله الله. وعندي تاني حبيبات زرودي اللي قطعتهم هكذايا شويه عراض، نحطهم يكملوا يتقلوا هكذا باش يعطوا البنه كامل. وكي نشوف كامل الخضره تاعي تقلات ورفدت الغليه تاعها بيان، انا نكون عندي ما سخون، نسخن الماء، نمرق لا ماميط تاعي ونخليها تطيب في غرضها. وهنا العيش تاعي ولا الفركوكس، انا صراحه نحب هذاك الخشين اكثر من هذايا، بصح هذا هو الموجود في الدار. غسلت واحد ندوف ولا 3 فوا، خليته حتى تقطر كامل من هذاك الماء، وحطيته في الجفنه حتى نشف كامل. ودوكا نعمرو في الكسكاس ونحطو يتفور التفويره الاولى. انا هذا موايا ماشي رقيق كامل، ماشي الخشين، نفورو 3 خطرات. بصح لو كان هذاك الخشين نديرو 4 خطرات هكذا باش يطيب لنا بيان. فوالا كما قلت لكم دوك نحطو يتفور. ودوكا بعد ما تفور التفويره الاولى كما راكم تشوفوا، نحيدو. دوك راني نديرلو الماء من الفوق هكذايا باش يتنحى فاسيلمون، ما يتلصقش في الكسكاس.
هكذا ونحركو كامل نعرفو نردمو البركوكس والعيش وكامل. فوالا هكذايا. وإلا شفت مخصوص نزيد شويه حتى ينشف كامل تانيت، نعاود نحطو بور لا دوزيام فوا يتفور. نفس العمليه كما قلت لكم 3 خطرات، انا نفورو 3 خطرات حتى يطيب. وهنا وليت لاصوص تاعي بعد ما شفت هذاك الطرف اللحم بريسك طاب والخضره تانيت. وعندي هذه ثغدي وسوله القرنينه كما يقولوا لها بالعربيه، لي فورتها بيان سور نص طياب. نرميها هنا في لاصوص وتكمل الطيب مع المرقه. عندي حبيبات الفتانيت هكذايا قطعتهم كيما زروديه. الفتانيت كيما تعرفوه ما فيهش الروح، حطيته هنا في الاخر تمتم ويطيب. وهنا العيش تاعي راه يتفور التفويره الاخرانيه راه طاب. نحي هكذا في الجفنه ولاصوص تاعي كيما راكم تشوفوا بريسك راهي طايبه. دوك ندير فيها الفليفله هذه باش تطلق البنه تاعها ونحيها قبل ما تطرطق ولا ترتقط لاصوص تاعنا تولي حاره. فوالا كما قلت لكم العيش تاعي طاب كما راكم تشوفوها وليك حبطوا في هذه الجفنه. ودوكا حتى يبرد غير شويه برك نحيلو كامل نحركو كامل هكذايا. نجبد لاصوص نتاعي نعمر كامل هاد البركوكس في هاد الطنجره، نحطها تاني فوق النار بس 4-5 دقائق ماكسيموم مع التحريك المستمر. هاد العيش شغل يرفد البنه تاع هذاك المرقه. وانا كما قلت لكم هكذاك 3 دقائق 4 دقائق مع التحريك المستمر نحيوه نعاودو نحطوه في الكسكاس يقطر كامل من هذيك لاصوص ونسربيوه. اللي يحبوا ياكلوا هكذاك ناشف غير بالزيت ياكلوا، اللي حاب يعاود يدير له شويه لاصوص يدير له انطوليكا بنين. وكما راكم تشوفوا ساهل وماهل ويوالم في هاد الشتا. ان شاء الله تعجبكم هاد لاغوسات ولا فيديو تاعي جاتكم خفيفه وظريفه. وإلا عجباتكم ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب والبارطاج الاشتراك هذا الفيديو مع كامل العائله. نتلاقى في فيديو واحد اخر والسلام عليكم.